عمرك سألت نفسك احنا ليه بنفطر على تمر؟ هتقولي سنة. هقولك بس العلم بيجي بيأكد ده كمان. مصدر لسكريات وألياف طبيعية مناسب جدا لكسر الصيام. التمر كمان في كسر الصيام بيبتدي ينظم لك حركة أمعائك اللي كانت في حالة خمول طول ما انت صايم. غني جدا بألياف كتير ومضادات أكسدة زي الفلافونويدز والكاروتينويدز. غير ان المؤشر الجلايسيمي للتمر مش عالي قوي، يعني ما يرفعش مستوى سكر الدم بسرعة عنيفة. ده طبعا بشرط ان انت تاكل كمية معتدلة منه على كسر الصيام من تمرة ل3. والتمر خاصة المجدول غني جدا بمضادات الأكسدة زي السيلينيوم. والتمر عامة كمان غني بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم بالكالسيوم وبالنحاس. يعلي مناعتك ويقلل الالتهابات. بيساعد في تنظيم هرمونات الجسم وبيقلل كمان من تلف الدي ان اي. ده غير انه مفيد جدا لصحة القلب، بيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية المرتفعة في الدم. وعشان غني بالبوتاسيوم فمفيد جدا لضربات القلب وحركة العضلات، ويقلل من الكرامبس او الشد العضلي اللي بيجي بصورة مفاجئة. تخيل كمان انه يحسن من معدل حرقك عشان يحتوي على فيتامين بي. ها اقول لك تاني فوائد ولا كفايه كده؟ اللي ممكن يحتاج ان هو يتجنبه شويه او يقلل استهلاكه مرضى الكلى عشان غني بالبوتاسيوم، وكمان مرضى الازمه لازم يقللوه عشان الفواكه المجففه عامه من ضمنها التمر غنيه بالسلفايتس. اكتب لي في الكومنتس ايه اكتر معلومه استغربتها في الفيديو كانت جديده عليك.